بيطلب رستم من راغب ان هو يقتل الشخص ده، وان في وقت بس محدد بيكون مش معاه حرس، وهو الوقت اللي بيروح وبيأكل الفرسة بتاعته وبيكون لوحده. وراغب رفض تماما يعمل كده او يقتل، ورستم قال له بص على ايدك الشمال، وبالفعل بص وشاف رستم ومعاه الطفل جاد. وساعتها كان خايف جدا على ابنه جدا جدا، وقال له رجع لي ابني. قال له لما تقتل الراجل اللي قلت لك عليه، وانا مستنيك انا والولد هنا. وساعتها راغب اجبر ان هو يقتل الراجل ده، وبالفعل راح على طول بالاسطبل ورا عدو رستم المفروض يقتله. لكن وهو ماشي شاف عزت وآسر، قالوا ان هم جم عشان خاطر يساعدوه، وقال ان هو المفروض يقتل واحد. ورستم قال له كده، وهو مش عارف يعمل ايه ومش هيقدر يعمل كده. لكن عزت قال له روح قوصه من بعيد طلقة واحدة بعيد عن راسه، وبعد كده قرب منه وبص في عينيه واديله كام طلقة كمان في جسمه، وانا واقف هنا مستنيك، وهنشوف عربية عشان ناخدك فيها. وآسر قال له انا نصيحتي انك انت تخلص عليه وتقتله طلقة في راسه، وبعد كده تقتل رستم كمان. طبعا راغب ما عملهاش قبل كده، فكان خايف جدا، وبعد كده راح عشان خاطر يقتل الراجل ده. وبالفعل راغب بيظهر قدام الراجل وبيسلط المسدس عليه، وقال له انت بتعمل ايه؟ رستم بعتك؟ قال له ايوه ولازم اقتلك. وبالفعل ضربه رصاصة وقرب منه عشان يديله رصاصة تانية، لكن بعد كده ادى الرصاصة دي للخيل اللي هو بيحبها. والراجل ده قدر ان هو يجري عشان خاطر يلحق الخيل، وقال لرجالته اجروا بسرعة ورا الراجل ده علشان قتل لي الخيل بتاعتي. وفي نفس التوقيت ده كان رستم معاه الطفل جاد، كان نايم وصاحي على صوت الرصاص وكان خايف، لكن رستم قال له ما تقلقش، ده صوت ضرب النار عشان بدء السباق، اتفرج. راغب ساعتها كان بيهرب لان الحرس بتوع الراجل اللي قتله ده بيجروا وراه، طلع يجري زي المجنون مش عارف يعمل ايه. لكن آسر كان متصل بالشرطة وقال لهم ان احنا سمعنا صوت رصاص في مكان معين، وقال له على العنوان، وقال له كمان على الاسطبل اللي موجود فيه الجريمة دي. فالشرطة جت على طول، والكل بيدور على راغب، والكل بيجري وراه. راغب في الشارع مش عارف يعمل ايه. عزت وآسر واقفين من بعيد يقولوا له تعالى، واقف في نص الشارع ورمى المسدس في الارض. بعد كده جات له بنت وقالت له اركب، ركب على طول معاها ومشي على طول. بينما عزت وآسر رجعوا على البيت، وحياة فتحت الباب وقالت لهم فين ابني؟ ساعتها ما ردوش، فكانت مخضوضة جدا على ابنها وعايزة تطمن عليه. ابني ضروري جدا، وياسر لو سمحت روح وقت لابني. قال لها اطمني انا مش هينفع اكلم رستم دلوقتي، لكن ابنك في امان وهيرجع. لكنها ما كانتش مصدقه ابدا، كانت قلقانه جدا على ابنها، واخدت ياسر على جنب وقالت له انا مش عايزه اكمل اللعبه، انا عايزه ابني يرجع لي، وانسى موضوع الحب اللي بينا، اهم حاجه ابني، انا عايزه ابني. عشان كده آسر راح على طول علشان يتصرف في الموضوع ده. بينما بنرجع بعد كده وبنشوف ان بنت رستم اخدت راغب وراحوا على طول عند الخال رستم، وساعتها قعدوا يتكلموا مع بعض. وقال له انت ليه بتساعد مجد؟ قال له عشان انت شبهي. ايوه انا بشوف نفسي فيك لاني زيك بالظبط واذيت ناس كتير، وكاني شايف نفسي بالظبط وانت كانك مرايتي. قال له كمان رستم ان هو عايز يقتل راغب علشان يتخلص من نفسه. وبعد كل الكلام والمناقشات دي اداله الولد، وبالفعل راح على طول علشان ياخد ابنه. كلم على طول مراته حياة وقال لها ابننا معايا وهرجعه دلوقتي. وبالفعل اخد الولد ورجعه، كانت فرحانة جدا بيه حياة وبسته، واخد الولد ودخلوا الشقة. لكن بيتصل آسر بحياة، وساعتها بتقول له متشكرة جدا انك رجعت الولد. قال لها انا وعدتك ان انا مش هأذيه وان هو لازم يرجع. قالت له طيب هنعمل ايه في موضوعنا، إيه علاقتك انت وناي؟ قال انت عارفة كويس انا بعمل ايه. قالت له لكن ما ينفعش، البنت فاكرة انك بتحبها، وان في واحدة تانية في حياتك كمان، وهي مش راسية خالص على بر. اختار، لو هتختار اختي خلاص انا هبتعد عن طريقك تماما، لكن لو هتختارني يبقى ما تخليش البنت تتعلق بيك لان الموضوع ده هيتعبها. قال لها لا، انا مش هرد عليكي دلوقتي وهنستنى لحد ما نشوف، لكن في النهاية هتخوني وانا كمان هخون، لازم، وده مكتوب لنا ولازم نعمله، وبعدين هتكلم معاكي في الموضوع ده وهنستنى ونشوف. قفل معاها وراح على طول اتكلم مع الخال رستم. آسر بيتكلم عن ناي وان قلبها طيب جدا، وفي وسط كل القذارة دي هي الوحيدة اللي قلبها ابيض ومش بتتوسخ ابدا منهم ومن تصرفاتهم. فالخال رستم بيقول لي انا مستمر في الخطة بتاعتك. قال له اكيد. الخال رستم قال له انت كنت دايما بتقف قدامي، وانت كنت نقطة ضعفي بالنسبة للخطط بتاعتي، وانتقامك من الثلاثي. مين اللي كان دايما نقطة ضعفك ومين اللي بيقف قصادك؟
رد وقال إن ناي هي اللي بتقف قصاده بقلبها الطيب. تعالوا بعد كده ونشوف اللي حصل بين عزت وكمان جابر. مسكه وفضل يعذب فيه ويضربه وبيهدده بالمسدس وبيقول له انت كويس؟ قال له كويس ازاي وانت بتبهدل لي وشي كده؟ بتكون خطة. رستم بيظهر وبقى تريها خطة بينهم. عزت بيعذب جابر علشان خاطر يبان ان هو مضروب ومتعذب، علشان خاطر رستم اجبره ان هو ياخد الولد منه، علشان راغب كان عارف ان جابر اللي كان مع الطفل جاد وكان رايح بيه على المدرسة وتم خطفه منه، فمش عايزين بقى يبينوا ان جابر تبع رستم، وعلى عايزين كمان يخلوا الخطة تفشل. وبالتالي فضل يضرب فيه ويعذبه، لكن رستم قال له انك لازم تقتله كمان. قال له هقتل جابر ليه يعني؟ علشان راغب يقتنع؟ ما شاء الله عنه ما اقتنع. لكن رستم أصر وقال له لازم. وبالتالي عزت غصب عنه اضطر يضرب رصاصة في دراع جابر، وكان خايف عليه طول الوقت طبعا. وكل ده علشان خاطر يقدروا يقنعوا راغب ان جابر اتعذب وانضرب بالرصاص علشان ياخدوا منه جاد. وبالفعل مشيت الخطة عليه. نرجع بعد كده وبنشوف ان ناي راحت علشان تفرح آسر، والفرحة الكبيرة ان هي وافقت تسافر وان هي هتتعالج. كانت مبسوطة كتير وآسر كان فرحان وبسها بوسة حميمية وكان فرحان جدا بيها. بعد اسبوع بنشوف ان الشرطة قبضت على راغب وحطوه في السجن، وفي السجن اتعرض طبعا للمضايقات والناس كتير اتعاملوا وحش، لكن آسر جه مرة واحدة وقال له انا معاك يا شريك مش هسيبك. المشهد اللي بعد كده بيكون لصالة القمار. عزت قاعد بيتكلم مع راغب، وراغب بيقول له ان كانوا محاوطينه الشرطة ورجالة الراجل اللي كان عايز يقتله من كل ناحية، ما كانش عارف يعمل ايه. عزت قال له ليه ما قتلتوش؟ رد وقال له ان هو ما يقتلش، ما يعرفش يعمل ده وما قدرش ان هو يقتله. قال له طب ليه قتلت الخيل بتاعته؟ رد وقال له عشان كان المفروض اعمل حاجة فقتلت الخيل، ما تسألنيش ليه، يعني عملت كده وجريت، كنتش عارف اعمل ايه صراحة، ولا كنت قادر اقتل الراجل. الا اخبار جابر ايه؟ عزت قال له جابر يا سيدي هناك في البلد عند امه، اخد رصاصة طبعا زي ما انت عارف وتعذب بسببك عشان خاطر الولد، ودلوقتي اكلمه اطمن عليه. وبالفعل اتصل عليه وقال له عامل ايه يا جابر كويس؟ قال له ايوه، خد بالك من راغب. وصاه جابر على عزت يعني ان هو ياخد باله. بنرجع بعد كده وبنشوف ان جابر كان بيتكلم اصلا من يعني المكان اللي قاعد فيه آسر، وكانت معاه لارا بتهتم بيه وكمان فيصل، ومن الواضح ان في اعجاب بين جابر وكمان لارا. الخال بيقابل آسر وبيقول له خلاص خطتك بدأت ان هي تشتغل. قال له فين بنتك؟ قال له بنتي عنيدة وانت عارف دماغها. بتروح بعد كده البنت بنت رستم على صالة القمار، وعزت بيقول لراغب البنت هي اللي انت بتعرفها جات ايه انت عزمتها؟ عزت قال لها تصوري ان الخال رستم كان هيقتل راغب؟ قالت له فعلا، وعملت ايه بقى؟